محمود مرسي جايزة لأهالي الحي الكرام. إيناس جوهر، رشدي المهدي، تيريز دميان، مدحت مرسي، أحمد نبيل، رؤية أحمد، سيد عزمي، مديحة حنفي، محمود زكي، مخلص البحيري، نظير عبد الجابر، أحمد حسن، إمام عمر، مجدي كامل، موسيقى المقدمة والنهاية محمد الشيخ، موسيقى تصويرية مختار السيد، تسجيل ومونتاج محسن عبده. جايزة لأهالي الحي الكرام. تأليف حسن عمران، إخراج حسني غنيم. انا رأيي سيادتك تسيب الفيلا دي وتشتري فيلا في مكان هادي تعيش فيها انت والدكتورة سوسن بنت حضرتك. اسيب الفيلا اللي اتجوزت وخلفت وعشت عمري كله فيها يا بلوطي؟ مشكلة يا فندم. دبرني يا مدير اعمالي. امال بس عمال تلهف في فلوس على ايه؟ ما كانش 2000 جنيه عمي كل شهر يا بلعوطي. انا لما بنيت الفيلا دي ايوه التاريخ هيتكلم. بنيتها في الصحراء عشان ابعد عن الدوشة واعيش في هدوء. سيلانس يا فندم. عارف فجأة وعلى غير انتظار ما بقتش اعرف اوصل للفيلا من الشوارع والحواري والازقة والعطوف اللي بقت حواليها من كل حتة. كفاية يا فندم كفاية، سيادتك قطعت قلبي. ما تستعجلش يا بلعوط، ما تستعجلش، هقطعهولك لو ما شفتليش حل. مش واخد بالي يا فرجاني بيه، لا مؤاخذة. يعني فتح الشباك وحصولي على الهدوء كحق مشروعكم. ايوه، وجودك هنا كوم تاني يا بلعوطي. الشباك، الدوشة، الهدوء. الدوشة، الشباك، الهدوء. اجيبها من النص فعلا. الدوشة، الشباك، الهدوء. الدوشة، الشباك، الهدوء. ايه ده استاذ بلعوطي؟ ايه ده انت بتكلم نفسك؟ سوسن هانم، كويس انك جيتي. الحقيني يا دكتور. اكيد في مشكلة جديدة مع دادي. مشاكل يا دكتورة. البيه والد حضرتك. ماله دادي؟ على فكرة زيه كويس وبيسلم عليكي وهيطردني. طب بس اهدى كده ارجوك وتحكي لي في نقاط واضحة ومختصرة لو سمحت. اقول لحضرتك يا بلعوطي هتنطرد، يعني هتنطرد. شفت يا دكتورة؟ ده موضوع مش سهل يا دادي. لا انا ولا هو ولا حضرتك نقدر نعمل فيه اي حاجة. دراسات كتيرة جدا اتعملت في الموضوع ده، لكن التطبيق صعب خالص. يعني ايه يا دكتورة؟ يعني ايه اعيش بقيت عمري اعصابي بتنقع عليا؟ محدش قال كده. خلاص فكر يا دكتورة يا بتاعت علم الاجتماع. امال بس قلبالي دماغي بالعلم ومليان الفيلا كتب على الفاضي. مش عاوزة تفرحيني بجوازك، فرحيني بانك تشوفي لي حل في الدوشة دي. شوف يا دادي، نمسكها واحدة واحدة. نعم. مين اللي عامل الازعاج ده لحضرتك؟ اكيد مش انا، الناس اللي حوالينا طبعا. انا كان قلبي حاسس انهم هم. بالشكل ده المسألة اتعقدت خالص نظريا وعمليا. نعم يا اختي، انت هتقولي لي محاضرات يا ست سوسن؟ انا عايز حل. الاحصائيات بتقول ان عدد السكان في الحي ده كبير جدا، والدوشة نتاج طبيعي للزحام وزيادة عدد السكان. ايه هنقول للناس ما تخلفوش؟ يا دادي ما كانش حد غلب. طب والحل؟ ايه رأيك يا دكتور؟ اسفة، قصدي يا دادي ان احنا نقدم لهم حافز قوي. ده احنا ناقص نعمل لهم جايزة. هو ده بالظبط كده. بتقول ايه؟ انت بتقولي ايه؟ حضرتك مش عايز يا دادي تعيش في هدوء؟ امال ده ايه اللي هيجنني؟ لينيني على الحل لينيني. خلاص حضرتك تعلن عن جايزة كبيرة جدا للي ما يخلفش اكتر من 2 بس. وبعدين هتشوف يا دادي ايه اللي هيحصل. يا اهالي الحي الكرام والرئيس العام وكل
صاحب مصانع الاسفلت والبلاط والإيشاني عن جايزة كبيرة وعظيمة لأصحاب العقول السليمة اللي ما يخلفوش أكتر من 2. شروط المسابقة موجودة على باب الفيلا الموعودة بالدوشة والغاغة السودة، والأجر والثواب على الله. يا أهل الحي الكرام، ابو الرجال ابو الرجال اصحى يا راجل، امال انت يا ابو الرجال يا مفتح. صاحي يا ولية، هي خبرك ايه؟ ها؟ سامع اللي انا سامعاه؟ هيقول ايه المخبوط في حنكه دي؟ هيقول عاملين جايزة كبيرة قوي قوي للي هيخلف عيلين مش كده؟ جرالك ايه يا ست البنات؟ جرالك ايه؟ خبطت في نفوخك اياك؟ ها؟ ده هيخرف. اروح لهم البلد بعيلين؟ واه الجودة بالموجودة يا ابو الرجال. يا سلام. يقول ايه؟ يقولوا نفسه كبرت ونسي سلو البلد بعد ما هاجر ونزل مصر؟ لا، يخليهم 10 واني وياه. نامي نامي جاكي خابط. مش حدا ينوم دلوقتي. نامي بقولك، نامي صح. هتضحكي عليا ياكي. نامي. ايه يا كده؟ عيب. داني ابو رجال المفتح. الراجل ده اكيد متسلط عليكي. ليل ونهار داير بالميكروفون. ومين بقى يما اللي هيسلطك؟ جوزك يا خايبة. هو مش كان قبل ما يسافر لو يبوزوا عشان صممتي تخلفي العيل التاني؟ اي والله يما، لكن هو ده معقول؟ ده مسافر يجيله سنة واكتر. ما هي دي اللعبة يا حلاوتهم. هو يشتغل هناك في دبي وبتاع الميكروفون يشتغل عليك هنا. بقى ده كلام حركات يا ترجي. اكيد هيفقسوها. هم عبط. هم مش عاوزين عدم المؤاخذة يا معلم، عيلين. الراجل بتاع الميكروفون كان بيقول كده. خلاص انا عندي عيلين، ولد وبنت، يعني المطلوب بالمزورة. صح. هفضل محافظ عليهم، لا يزيدوا ولا يقلوا، لا يطولوا ولا يقصروا. وبعدين قالها في الجايزة، وبعد كده اخلف على كيفي ويبقوا يقابلوني. طب يا اخويا، مادام انت ناصح كده، ما تعمل بحق الجيرة وتشوف لنا كمان صرفة ينوبك ثواب. يمكن الفرج يجي على ايديك واخد الجايزة واكبر القهوة شوية. اهو انت بقى اللي ما تنفعش معاك صرفة في الحكاية دي ابدا يا معلم. الله، عشان يعني ما هم 8 عيال وانت يعني هتغلب. مفيش بقى غير انك تسربهم عدم المؤاخذة. ايه؟ اسربهم؟ تقدم لهم 2 وتسرب 6. ايه رأيك؟ ايوه حركات، بس هوديهم فين؟ هي الناس ناقصة عيال. بصراحة بقى خايف اقول لك وديهم ملجأ، لا تزعل مني. لا 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 لا، وازعل منك ليه؟ اوديهم على الاقل اريح دماغي من دوشتهم وطلباتهم اللي ما بتخلص. هي الجايزة اللي بيقولوا عليها دي لا مؤاخذة تطلع لها حركات قد ايه؟ والله ناس بتقول 250 000 جنيه، وناس بتقول 500,000، وناس يعني كفاية حركات. طيرت لي برج من دماغي. من بكرة هقدم للعيال في الملجأ واجي وياك اشوف الشروط ايه. وبعدين يا فرجاني بيه، وبعدين الناس هتكسر باب الفيلا من الزحمه. هو ده الهدوء اللي انت وعدتني بيه انت وسوسن يا بلعوطي؟ انا بقول نطلب البوليس. والبوليس ماله يا اخي؟ ماله؟ احنا اللي عملنا المسابقه، الناس جايه تعرف شروطها، حقهم. سوسن فين؟ راحت الجامعه، بتقول هتدي محاضره مهمه جدا النهارده. يعني عملتها وهربت؟ يا عالم مش يكتبوا الشروط بخط اكبر من كده شويه؟ خط ايه اللي بيقولوا ده؟ تكتب لي المشروطات معاك. انا بقول نجيب البوليس. الناس شايف يا بلعوطي يا فرجاني دي هتكسروا الفيلا. ريحونا يا راجل. الشروط بتاعتنا، اوعى الجلد بتاعتنا. اسمعوا اللي بيحصل ده. والله انا خايف يا فرجاني دي. الرجاله مش كفار، صوتوا يا هرمات. امال انتوا فين يا اختي؟ انا جوزي مسافر. عاجبك كده يا بلعوطي؟ وانا ذنبي ايه بس يا سعاده البيه؟ انا نفذت اللي امرته بيه. الناس هتقطع بعض يا اخي.
وبعدين يا بلعوت وبعدين المرور اتعطل في الشارع. انا عارف، بس ايه اللي خلاه يتاخر بالشكل ده؟ ده انا قايل له تذبحهم وتكون بيهم قدام الفيلا من 5 صباحا. انت بتقول ايه؟ بتبرطم تقول ايه يا بلعوتي؟ انزل اتصرف يا اخي. الحمد لله اهو وصل. ايه ده يا بلعوتي؟ المسابقه دخلت بالسوق السوداء. ناس ما عندهاش ضمير يا فندم، بيتاجروا حتى في عدم الخلفه. قرب شروط المسابقه ب 2 جنيه احسن من خناقات وبهدات الرجاله والستات وعثره المرور والعربيات. قرب اديني 5 يا اخوي. ولا 3 ولا اقول لك خليهم 10. وادي 10 كمان عندك. 10 5 احمر و5 بامبا. هم كمان عملوا شروط بالالوان. هو شرط واحد بس، ارجوكم هدوء شويه، هدوء من فضلكم. ايه هو الشرط ده يا دكتوره؟ ان اللي هيدخل المسابقه يكتفي بطفلين ولمده 3 سنين ابتداء من النهارده. وتفتكر حضرتك التجربه دي ممكن تجيب نتيجه؟ ما هو ده السؤال الرئيسي اللي بيطرحه البحث اللي انا ابتديته من امبارح. هل الحافز المادي ممكن يؤثر في تنظيم نسل الشخص؟ هو ده اللي هيجاوب عليه البحث بالظبط. فكره مثيره يا دكتوره. متشكره قوي. ويا ريت بقى حضرتك تساعديني في اني الاقي شقه في حيكم. ليه يا طارق؟ علشان اتجوز فيها، وساعتها يحق لي اني ادخل المسابقه. مين عارف، مش يمكن يكون لي نصيب واكسب الجايزه. اتفضل يا بيه، لو راجع اهي لفندي كتبها لي، الله يستره. ايه ده يا مدام؟ ايه ده؟ فين موافقه الزوج؟ الزوج؟ وده يطلع ايه ده كمان؟ الزوج يعني بعلك جوزك يا ست هانم. خلصينا بقى. ايوه فهمت. ما تقولوا ابو الرجال يعني لازم تقولوها بالنحوي. هاتي موافقته يا ست وتعالي. وده تجيبها منين دلوك يا بيه؟ اذا كان بيروح الشغل وبياخدها معاه. ما تخلصينا بقى يا ست، رجلنا تعبت من واقفه في الطابور. اللي بعده. ما تستنى يا راجل انت يا ابو طويل اما استفهم. هي الدنيا طارت يا اخواتي. يا ست ما تعطليناش، لازم موافقه جوزك. وين ما وافقش اطخه يا بيه. جوزك وانت حره فيه. الله. اللي بعده. عندك 2 بس يا استحركات. 2 يا سعادة البيت، وانا هغش سعادتك؟ ده انا حتى من يوم ما اعلنتوا عن المسابقة وانا عارضهم في فترة المحل للي رايح واللي جاي عشان اشاعات يا بيه. المهنة ترزي. وتحت امرك، عربي وفرنجي اخر موضة، اصل محسوبك بريمو في اللغات. حلاوتهم يا بيه. اوعى تقولي موافقه جوزك، ادي التوكيل اللي عاملهولي قبل ما يسافر، وادي الختم بتاعه. خلاص ما دام مسافر يبقى مفيش خوف. تعيش يا بيه، اهو كده تكسير الروتين ولا بلاش. كام عيل يا معلم برعي؟ 8 يا سعادة البيت. ايه؟ 6 تعيش انت و2 تموت انت. قصدي على ذمتي دلوقتي 2، معلوف ومتلوف، وربنا يخليلك. إيه؟ انت متأكد ان 6 توفوا يا معلم؟ عيب يا سعادة البيت، ده انا مموتهم بايدي. قصدي على ايدي. اللي بعده. الراجل يا اخويا راسه 1000 مركوب، لا لازم انا اخلف له 10. امتى الله يسترها؟ يا ست دي مسؤولية، امضي بداله ازاي؟ انت عاوزة توديني في داهية؟ كمان انا ما اعرفش اكتب صعيدي. اقول لك هتدفعي كام؟ ادفع؟ شوف يا اخويا قلة الذمة بتاعت الخلق. دول 500,000 جنيه يعني. طب اسكت. عاوز كام؟ قول وخلصني. ربنا يحوجك يا ابو الرجال زي ما حوجتني للاندال. 50 جنيه. انت باين عليكي ست غلبانة زي حالتنا. يا هونتي دمه طلقة الداية ما بتاخدهمش في الولادة. اقول لك امر لله. اسم المحروس جوزك ايه بقى علشان امضي باسمه؟ ابو الرجال يا اخوي، ابو الرجال جديد المفتح. ايه المفتح؟ ايوه اسمه كده، من عيلة الوعي قوي. لا حبيبي على مين؟ اوعى تفتكر انك هتكون اوعى مني يا بلعوتي بيه. صدقني هم دول اللي وزعتهم بس. 70,000 جنيه بس يا مفتري. ده انا شايفك نازل بيع ولم فلوس. ايوه ده في الاول، لكن بعد كده لقيت ناس تانية بيبيعوا. الشروط برضو؟ الشروط ومع كتب خارجية. الفلوس اللي بعت بيها فين؟ اتفضل 14,000 جنيه اهم، وانا خدت 100 جنيه اللي اتفقنا عليهم. ماشي. بقول لك ايه؟ نعم ايه؟ ما لقيش معاك كتاب من الكتب الخارجية اللي بتقول عليها؟ معايا. ليه بقى لا مؤاخذة؟ اصل انا عقدت الشروط لدرجة اني ما بقيتش فاهمها. بالعكس المسألة واضحة خالص،
كل واحد من اهالي الحي دلوقتي هيفكر 1000 مرة قبل ما يخلف ويملى الحي عيال. كل واحد؟ بتقولي ايه يا دكتورة؟ ده كل اللي جم ما يطلعوش 1000 ولا 2000 واحد، والباقيين مش فاضيين بيخلفهم. انت جالك كام النهارده يا استاذ بلعوتي؟ 70,000 يا ست هانم، ده غير اللي بيشاوروا عقلهم. 70,000؟ ايوه يا فندم، الفلوس بتقول كده، قصدي الدفاتر بتقول كده. معنى كده ان الفكرة لاقت قبول عند الناس، واللي ما جاش النهارده هيجي بكره، واللي مش هيجي الشهر ده هيجي الشهر الجاي. مبروك يا دادي، مبروك. الظاهر ان انت هترتاح من الدوشه قريب قوي. قصدك بعد 3 سنين؟ ده لو صدق كلامك يعني. وليكن يا دادي، المهم ان حضرتك دلوقتي تقدر تعيش على الامل في ان انت تستمتع بالهدوء كحق مشروع لكل مواطن. على فكرة حضرتك بالمشروع ده يا دادي هتدخل التاريخ. انا عايز ادخل بيتي الاقيه هادي يا ناس. تقصدي ايه يا دكتورة؟ علماء علم الاجتماع في مصر وفي الخارج وابتداء من النهارده بيستنوا معانا نتيجة اللي احنا بنعمله، ولو الدراسة بقى نجحت. ايه دراسة؟ طبعا. امال انت حضرتك كنت فاهم ايه؟ فاهم ان انا اقترحت حكاية الجايزة كده اعتباطا؟ لا يا دادي، ده بحث من زمان كان نفسي اعمله، وفجأة لقيتكم بتقدموا لي كل معطياته على صينية من ذهب. اقول لكم لا يا دادي؟ لا معقول دي تيجي برضه؟ ومين يصرف على العلم بتاعكم غيري انا؟ ما تنساش يا فرجاني بيه انك هتدخل التاريخ زي ما قالت الدكتورة. على فكرة دكتورة سوسن. ايوه استاذ بلعوتي. يا ريت يا دكتورة سوسن تشوفي لي انا كمان حتة في التاريخ ان شاء الله بعد نابليون. الله امال ايه يا حركات؟ هو انا اقل منها؟ ان ما كانوش يدوها لصاحب اكبر قهوة في المنطقة يدوها لمين امال؟ ايوه يا معلم، بس الخوف بقى لا يعرفوا حكاية ال8 عيال. اديني خلصت من 6 منهم. تكونش وديتهم للملجأ بصحيح يا معلم برعي؟ من الفجرية وحياتك. الله. ونبهت على كل عيل فيهم ما يفتحش بقه. ازاي؟ قلت لكل عيل يسألوك ياض اهلك فين؟ ايوه تقول ما اعرفش يا سعادة البيت. حلاوتك انا خرجت للدنيا ما لقيتليش اهل، زي عبد الحليم حافظ في فيلم الغلطاية. تكونش قصدك الخطايا؟ اسم الله عليك. عيب، ده انا حلاوتهم والاجر على الله. يا اختي فرحانه قوي يا حلاوتهم. وما فرحش ليه ياما؟ بنتك النهارده عرفت تضرب عصفورين بحجر بصحيح. ازاي يا عين امك؟ ازاي؟ فهميني يا اختي. زغلول جوزي ورافض الخلفه مسك لي نغمه واحده ما فيش غيرها. نكون نفسنا الاول يا حلاوتهم، وبعدين نخلف عيل ولا 2 بالكتير عشان نعرف نربيهم. وانت من عبطك يا اختي كنت مطوعاه. ولولا زني على ودانك ما كنت شفت لك خلفه لغايه دلوقتي. اديني سمعت كلامك وبقى عندي 2 حلو، وهم اللي مطلوبين في التجنيد، قصدي في المسابقه. قلت في عقلي بالي يا بت انت مستوفيه الشروط من مجاميعه. 2 وعندك 2 جوزك وبيقول كفايه لحد كده، وكمان مسافر. ابقى اضيع على نفسي نص مليون جنيه يا ام حلاوتهم. ابقي قابليني يا اختي، ادي دعني ان طلتي ده او ده. قصدك ايه يا ام؟ قصدي يا عين امك المسابقه اللي بتقولي عليها دي حركه، ايوه حركه من حركات زغلول جوزك. ما قدرش يقنعك بانك تبطلي خلفه لغايه ما يكون نفسه زي ما بيقول، مسلط غيره عليكي. وده كله ليه عشان يعمل قرشين على قلبه ويجي يتجوز غيرك. يتجوز وراها ايه يا حبيبتي؟ هم حته عيلين لا راحوا ولا جم، امرهم يتدبر. يا ما قلتلك اربطيه بالعيال، ما سمعتش كلامي. هو ده الكلام الصح، الراجل مننا بعياله. وصحتي يا ابو الرجال يا مفتح. صحتك في بصتك في عيالك. ايوه تبص في عيالك تشبعي. انا اتكلم عن صحتي مش الوكل. وصحتك ايه والوكل ايه؟ انا عن نفسي ابص في العيل ليه بحس اني شبعان والدمع هيفط في عروقي، ما بالك لو العيال دول بقوا 10. تعبت من الخلفه. واسكت يا واد واسكت يا بنت، كفايه كده. خبرك ايه يا ست البنات؟ مين امال يشيل معايا البقجة ويمشي في الشوارع ينادي مشاط وفليات؟ اشتري ناس يعني؟ لا، حالك مش عاجبني.
من ساعة ما سمعت الراجل بتاع الكركفون وانت حالك اتقلب. انا وهتقلب ليه؟ ناقص تقول لي اني رحت وقدمت عندهم كمان. خبرك ايه يا مفتح؟ ما خبرش، لكن والله اما رجعت على اللي في دماغك لدور على الراجل ده ابو كركفون واقتله. يا ألف مرحب يا ست هانم، يا ألف مرحب، القهوة كلها نورت. متشكرة قوي يا معلم. شيشة قوام يا أبو لابس. شيشة؟ قصدي ليمون للهانم. شوفي بقى يا ست هانم، إن ما كنتوش عملتوا المسابقة دي أنا بنفسي كنت هقول لكم تعملوها. ياه، للدرجة دي انت مؤمن بالفكرة يا يا معلم برعي؟ طبعا البلد زي ما انت شايفة كده تعبانة. تعبانة قوي بسبب الخلفة اللي بتزوفة. تمام. تصدق يا دكتورة بالله ونعمة بالله يا معلم. انا ساعات ناس بتجيني تقعد على القهوة يطلبوا واحد شاي، شركة مع بعضيهم من قلة مفيش، ورغم كده تلاقيهم بيخلفوا بالتمانية. التمانية؟ اشمعنى يعني 8 لا مؤاخذة؟ خلاص خليهم 10 يا معلم، ولا تزعل نفسك. ما زعلش ازاي؟ دول ناس يستاهلوا الاعدام، ناس بيسرقوا لا مؤاخذة عرق غيرهم. برافو. لا يا ست هانم، ما يغركيش اني صاحب قهوة وما اتعلمتش، انما انا بعون الله حسيس قوي واعجبك قوي. في الاول المدام كانت مصممة نجيب 8. قلت لها لا، ودول نربيهم ازاي؟ صح. هنوديهم ملجأ ولا ايه؟ كفاية 2، معلوف ومتلوف. قالت لي ماشي نجيب 2 وبعدين نطبق. وطبقت يا كومي؟ قصدي يا معلم ما لحقتش يا ست هانم. الاتنين طبقوا على نفسي. ده راجل ضلالي. قال طبقوا على نفسه. قال انت متأكد من اللي انت بتقوله ده يا أسطى حركات؟ عيب يا ست هانم، ان ما كنتش مصدقاني اخطفي رجلك لغاية الملجأ. وانت يا أسطى حركات؟ 2 بالسنتي. عظيم. واحنا قادرين على تربيتهم يا ست هانم، بس ربنا يعين عليهم. وبيني وبينك الشغل ما بقاش زي الاول، الجاهز ضيع الدنيا. وهو ده بقى سر تمسكك ب2 بس؟ لا، وكمان عشان دي بقت موضة. لا مش كده وبس، كمان علشان صحتي. هتشرب ايه؟ مالها صحتك يا ست البنات؟ مش قد كده بعيد عن حبايبك. انا جبت الواد الاولاني من هنا وصحتي فاستكت من هنا. فاستكت؟ قلت ماشي اجيب له التاني علشان املى عينيه. تشرب ايه؟ وهو ابو الرجال جوزك رأيه ايه؟ خابت في رايه بعيد عن حبايبك، راسه 1000 مركوبة اجيب له 10. 10؟ عاوز يعمل كتيبة مشابه مشط وفليات. هتشرب ايه؟ بائعين جائلين يعني؟ لا جايلين ايه، لا هيقولوا ولا هيعيدوا، هيبيعوا. انا لقيت كده حطيت العقدة في المنشار. تشرب ايه؟ العقدة بقى حطيتيها في المنشار ازاي يا ست البنات؟ قلت له عاوز عيال صح. عيالي ما يشتغلوش في الامشاط والفليات. صح. دي شغلانه ملهاش مستقبل خالص. بالظبط. ان كنت عاوزهم صح يشتغلوا في النفتالين البليه. ايه الكلام ده يا مدام؟ يعني ايه جوزها مسلطنا احنا عليها؟ استني انت بس ياما شويه. لغايه امتى يا حلاوتهم؟ لغايه امتى؟ لغايه ما جوزك يدخل عليكي ومراته الجديده في ايده؟ يا مدام افهميني، دي مسابقه اختياريه اراديه نابعه من الخيارات الذاتيه المنطلقه من البواعث الفرديه المنبثقه من الظروف الاقتصاديه والاجتماعيه الكامنه في الانا العليا. يعني باختصار شديد من حق كل شخص في الحي ان هو يدخل المسابقة دي او ما يدخلهاش. هي حلاوتهم، هتدخليها ولا هتخرجيها؟ قصدي ولا مش هتدخليها؟ دخلاها يا استهانم، اعملوا حسابي. دي ست مخرفة، انا كان قلبي بيقول لي مفيش فايدة. لو كنت حضرتك شفت يا دادي وسمعت اللي انا سمعته اكيد كان هيبقى لك رأي تاني. هو ايه ده بقى يا استاذة؟ عندك مثلا المعلم برعي اللي قدم لولاده في الملجأ. ان ما كانش يا دادي عارف غلطة عمره ما كانش ابدا حاول ان هو يتخلص منها. ده علشان طمعان في الجائزة بس. وماله،
كفاية ان هو ادرك ان خلفته الكتيرة ممكن تضيع عليه فرصة ما كانش عمره يحلم بيها. على فكرة انا قررت اسحب اوراقه من المسابقة بعد ما تأكدت من عملته. طب والترزي اللي ماشي على الموضة؟ مبررات واهية، لكن طمعه في الجايزة هيخليه حريص جدا على انه يكسبها. وست البنات تفتكري هتنجح مع جوزها اللي مصمم على 10 عيال؟ الايام بقى هي اللي هتجاوب على السؤال ده. وان كان احساسي بيقول انها هتنجح لانها ادركت خطورة الحمل على حياتها. اما بقى حلاوتهم دي بقى حكايتها حكاية. هتهرب ازاي من الحاح امها في انها تسلسل جوزها مسافر، لكن ممكن يجي في اي وقت. ممكن، وان كان ده غير محتمل بنسبة مش بطالة. ازاي يعني؟ اللي انا عرفته يا داجي من حلاوتهم انه سافر بعد ما يئس من الحاح امها عليها. ده غير انه بقى كان دايما بيشتكي من اهمالها في نفسها وانصرافها عنه باولادها. واضح انه هو راجل عياش نفسه يعيش حياته، خصوصا انهم اتجوزوا عن حب. واضح انك متفائلة جدا يا دكتورة. لا داجي نو، ده خطأ علمي ما احبش ابدا ان انا اقع فيه. والنبي المفروض يا داجي ان انا ما احطش نتائج للبحث اللي لسه ما انتهاش. كويس قوي، وافضل انا بقى في الدوشة والازعاج ده 3 سنين كمان. 3 سنين يا داجي، بعدها حبيبي تعرف ان كنت هتعيش في هدوء ولا لا. السلام عليكم يا حركات. الله ايه يا معلم برعي، ايه مالك؟ انا هتجنن يا حركات يا اخويا. ليه؟ العيال وحشوني قوي. هانت يا معلم، دول 2 اللي فاتوا لغايه دلوقتي. اصبر شويه، دول $500,000 يا عم. ما هو ده اللي هيجنني. ساعات تطق في نافوخه اروح اجيب العيال من الملجأ خبر، وساعات اقول لروحي ده نص ارنب يا برعي هيعيشك مالك وينجدك من الهم والضنك اللي انت عايش فيه انت والعيال. عين العقل يا اخويا، الصبر يا معلم. واذا انا صبرت يا حركات اصبر امهم ازاي؟ دي ما بتبطلش سؤال عنهم ولا عياط لا ليل ولا نهار. الله يكون في عونها، الضنا غالي. الاول يا معلم، انت طول السنتين اللي فاتوا ما قلتلهاش هم فين؟ وانا مجنون يا حركات، انت عاوزها كل شويه تنط لهم في الملجأ والحكايه تنكشف؟ خير ما عملت. امال فهمتها ايه عدم المؤاخذه؟ يعني قلت لها انهم في بعثه. بعثه؟ بعثه بيتعلموا في بلاد بره. بره فين يا ابو الرجال؟ ما عرفاش بره فين يا ست البنات؟ بره الدوار يا ولية. يا حمدي ليه يا راجل؟ ما عرفاش ليه؟ هتستغفليني 2 بحالهم من السنة وما عرفاش ليه؟ انا يا ابو الرجال. هتنكر انك قدمت في المسابقة بتاعت الكركفو؟ لا. هتنكر انك زورت اسمي في الاوراق الرسمية؟ لا. هتنكر انك في السنتين اللي فاتوا ما خلفتيش ال5 عيال اللي اتفقنا عليهم وحطيناهم في الخطة؟ لا. هتنكر انك منع نفسك عن الخلفة عشان المسابقة مش عشان صحتك زي ما بتقولي؟ لا انكر في دي. يا عينك يا جبايرك. وانكر في دي كمان. انت عارف صح ان صحتي مش قد كده. لا افدي بقى انا اللي عنكر. اللي خلاك تروحي تقفي في الطابور مش هيخليك تقدري تخلفي. يلا ما خرجاش يا ابو الرجال. هتقولي لا حياكي غير لما تقول لي عرفت الحكايه دي كيف عاد. حركات الترزي هو بعينه يا ست هانم، راجل سوي بعيد عن حبايبك. وابو الرجال بقى قابل حركات ده ازاي؟ ابو الرجال اصله ساب المركوب واشترى عقبال عملتك جزمه. ولاد الحلال قالوا له الجزمه يلزمها شراب يا ابو الرجال، ما كدبش خبر. وراح للمزغوط في مغصه حركات علشان يفصل له شرابين. طب بس انت دلوقتي لازم تهدي نفسك شويه. هدي نفسي كيف عاد؟ دي الحكايه دي فيها موت يا استهانم. انا اهلي ناس صعاب. موت؟ سلوى نجديه. الست لو طردها جوزها ما تخرجش على الدنيا. امال تخرج على فين؟ تخرج بعيد عن حبايبك على الاخره. واخرتها يما انت مش هتبطلي كلام في الحكايه دي؟ خايفه عليك يا حلاوتهم. من ايه بس؟ اكونش انا لوحدي اللي قدمت؟ لا بس انت بقى لوحدك اللي انت مش عارفه مصلحتك. مصلحتي؟ يعني انت شايفاه باقي عليا قوي عشان اخليه يرضى باللي مش هو عاوز يرضى بيه؟ ايه الكلام ده يا بيت؟ حلاوتهم صوتك بيقول حاجات ياما. اتفضلي الجواب اللي بعته بعد 2 سنين سفر بيقول فيه ايه؟ خساره يا حلاوتهم،
ضيعتي كل شيء جميل بينا. الست اللي تخرج عن طاع جوزها ما تستاهلش غير كده. عندك حق تماما يا معلم ابو الرجال، انا نفسي غلطتها، انا عملت كده بدون موافقتك، لكن برضو يا معلم اهو المسامح كريم. كفايه انها اعترفت بغلطتها ولا يمكن تكررها تاني. وإذا سامحت يا أستاذ، ولادي اللي ما جيش للدنيا سامحوها كيف؟ ها؟ بلاش كده. اودي وشي فين من البلد لما يعرفوا اني بعد 6 سنين الجواز ما حلتيش غير عيلين 2. كفايه يا اخي انك تعرف تربيهم كويس. الخير كتير والحمد لله. والله لو قرطه البوجه تاكلنا الشات. وصحتها يا معلم؟ افهم يا وليه، ست السليمه وبعافيه ملك الجثه. ايوه طاعت واجبه. ايه وليه دي اللي قالها؟ معلش خديه على قد عقله يا ست سوسن. ايوه بس ده كمان انت يا معلم، ده مش كلام، المفروض ان انت اول واحد يخاف عليها. ايه اكتر من كده؟ انا غلطان عشان عايز ارفع راسها في وسط البلد لما يقولوا ما حدش خلف عيال اكتر من 6 البنات؟ الظاهر مفيش فايده. الفايده ضاعت يا استاذ من يوم ما سمعت كلام الراجل بتاع الكركفو. إيه؟ لو يقع في يدي. هتعمل فيه ايه يا معلم؟ هقطعه تقاطيع، حفرتك وفراتيك، هجيب كركفون وانادي من ده بكره يا بيه قرشين. هتسال ليه امال؟ لا بس اصلي كنت عاوز اعرف انهي ارخص، لحمته ولا لحمه الجمعيه. وده سؤال برضو يا ست البنات، بيتك قصدي اقول فيلتك ومطرحك. انا قلت اسالك يمكن تكون متضايق من وجودي ولا حاجه. ده كلام برضو، ازاي تقولي كده؟ انت حتى من ساعه ما حطيتي رجلك في الفيلا والواحد ما سمعلكيش صوت، لا انت ولا عيالك. مش بقولك انا كنت عارفه كده برضيك، ما هو بيني وبينك انا دلوقتي ملزومه منكم. ازاي يعني؟ تنكر انكم السبب في المصيبه اللي انشالت وانحطت على دماغي؟ لا. تنكر اني مشيت زي ما انتوا عاوزين على الصراط المستقيم؟ لا. تنكر ان الواد التاني بيشجع اخوه وبياخد حسه؟ لا 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 لا، اهلا بيكم انتي ومشجعين الدرجه الثالثه. ها قولوا لي عملتوا ايه؟ مفيش فايده، زي ما روحنا زي ما رجعنا. انا كنت عارفه كده، علشان كده اتفقت مع سعاده البيع. على ايه؟ شوف لها اوضه يا بلعوط، شوف لها اوضه تكون على الشارع يا بلعوطي. كمان اتفضلي. شيل العيل التاني وتعال وراي. هو ده الهدوء يا دكتوره اللي وعدتني بيه؟ هو ده؟ افتح عيني كل يوم على صريخ ولاد ست البنات. معلش يا دادي بقى، جوزها ورافض يرجعها، ولو رجعت البلد هي هيقتلوها. او ما اتقتل انا كل يوم بدوشتهم. هانت يا دادي بقى، الله باقي من الزمن سنة. اصعب سنة هتمر عليها في حياتي. وانا كمان، لان السنة دي هتكتب اخر سطور في البحث اللي كل الوسط العلمي يا دادي بيستناه. انا في ايه ولا في ايه انت رخرة؟ المهم الاقي راحتي والاقيها في بيتي. اطمن يا دادي، ان شاء الله بعون الله كلنا هنرتاح. ايوه حركات، عندك حق. تعرف على قد ما العيال وحشوني وحجنن عليهم، على قد ما انا دلوقتي مرتاح اخر راحه. البيت ما بقاش هو البيت. ازاي يا معلم؟ هدوء يا جدع، ما بعده هدوء. يعني انت كده مرتاح يا معلم برعي؟ الا مرتاح اخر راحه وحياتك. صدق وتامن بالله، لا اله الا الله. انا ساعات بحس ان المسابقه دي جت رحمه لينا. رحمه؟ هو في رحمه اكتر من $500,000 يا جدع؟ تصدقني لو قلت لك ما دخلش عند الدكانه زبون واحد من 7 اشهر. الله لا لا لا، ازاي الكلام ده حركات؟ ده انت وسطى ترزي مفيش اخوك. الجاهز يا اخويا، وقف حالنا. الله 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 الله، زعلتني قوي 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 يا حركات. امال عايش ازاي يا اخويا؟ بالسالة في حياتك. عشان كده بقول لك المسابقه دي جت رحمه لينا. لو الواحد معاه عيال اكتر من كده كان عمل ايه؟ بس كان عمل ايه؟ الامل دلوقتي في $500,000 بتوع المسابقه. ايه بتقول ايه؟ ايه الكلام ده يا حركات؟ تكونش طمعان فيهم ولا ايه؟ اللي طمعان وليه لا يا معلم؟ لا، الجايزه دي من حق انا. الشرط واضح يا معلم، بيقول عيلين بس. وبعدين انت مزعل نفسك ليه؟ هانت النتيجة فاضل عليها شهرين بس. وساعتها نعرف مين اللي احق بيها، انا
ولا انت يا معلم؟ انت ازيك يا حلاوتهم؟ الحمد لله على السلامة يا زغلول، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الله، مش شايفة معاك شنط ولا حاجة؟ الشنط في التاكسي تحت مش كده؟ هنزل اجيب. ما فيش شنط يا حلاوتهم. ازاي؟ اللي بيسافر بيرجع بشنط. انا مش راجع بشنط يا حلاوتهم عشان ما كنتش مسافر. ما كنتش مسافر؟ اه. امال كنت سايبني 3 سنين بحالهم انا وعيالك ورحت فين؟ اتكلم يا زغلول. انت اللي اخترت يا حلاوتهم، سمعت كلام امك واخترت العيال. ولادك يا زغلول. عارف يا حلاوتهم، المفروض الواحد يخلف عشان يسعد بخلفته، مش يقدروا حياته. انا حاولت افهمك ما فهمتيش. افهم ايه؟ انا راجل عندي مسؤوليات، في رقبتي 5 اطفال محتاجين يتربوا وياكلوا ويشربوا ويتعلموا. اخواتك؟ حمل تقيل وسابولي والدي ووالدتي وما اقدرش اتخلى عنه، وما كنتش اقدر استمر مع زوجة تجيب لي كل سنة عيل عشان تربطني اكتر واكتر. كفاية الحمل اللي ورايا. اتجوزت؟ ايوه. غنية مش كده؟ فهماني وفاهمة ظروفي. عيني يا الله، عيني. الحقوني الحقوني. مالك يا ابو رجال؟ مالك يا ابو رجال؟ ما تتكلم. الحقوني يا خالد. مالك عمال توالوا زي الستات كده ليه؟ الحقوني انا اتسرقت. ايوه اتسرقت يا خال جهوض، عمالي ورسمالي البجة ضاعت يا ناس. اتسرقت؟ ايوه. ايه الكلام ده؟ لا حول ولا قوة الا بالله. اتسرقت ازاي يا عمدة زمانك؟ 2 قابلوني يا ابوي، قالوا لي ازيك يا ابو رجال. قلت الله هتعرفوني. قالوا كيف ما بنعرف زنت الرجال. فرحت. قالوا معانا بضاعة بتاعت معلم هيبيع حاله ومحتاله عشان يعمل عملية لمرته. قلت اشتري. بكام؟ قالوا ب2000 جنيه وخمسة. 5؟ وش معنى 5 دي؟ ما هو ده الملعوب يا ابوي. واحد منهم قال لي معناش فكة، تعال معايا فك 10 جنيه واديك 5. رحت عماه. رحت عماه؟ ايوه. يعني ضربك في وشك عماك؟ لا، امال ايه؟ انا اللي رحت عماه. فهمت. رحت معاه يعني. كويس. وبعدين؟ قال له الراجل بتاع السجاير اديني 5 جنيه عشان مستعجل، وقدي لابو الرجال ال5 التانية على مهلك. وخدت ال5 جنيه؟ خدتها يا ابوي، خدتها. لكن رجعت للراجل الاولاني لا لقيته ولا لقيت البضاعة القديمة ولا حتى الجديدة ولا حتى ال2000 جنيه. يا حمدي يا حمدي يا حمدي يا حمدي، ضيعت البقجة وال2000 جنيه اللي حلتنا يا مفتح. حرام عليك يا عاد، حرام عليك يا ست البنات. انا جبتك عشان تواسيني ولا عشان تفكريني كل شوية بخيبتي؟ حرام عليك يا شيخ. هناكل منين دلوك يا مفتح؟ هناخد تاكسي وننزل محطة مصر نقول لله يا محسنين. اقول لك ايه، المسابقة اللي قدمت فيها اخبارها ايه؟ النتيجة بتاعتها بعد 3 ايام. ليه عاد؟ واللي هيكسب هيدوله 500,000 جنيه صح؟ هيقولوا كده. وانت مالك انت؟ هو انت قدمت؟ مالي كيف؟ مش انا عندي عيلين؟ تبقى من حقي. حقك منين يا ابو الرجال اذا كنت انا اللي مقدمه؟ والراجل مننا ايه ومرته ايه؟ احنا الشركة يا بنت. والشركة دي طالبة عيال يا ابو الرجال؟ لا، طالبة مخ، ومخ مفتح، والحمد لله المخ موجود والمفتح موجود. انت هتقول لي ده انت مخك يساوي اجله 5 جنيه فك. ايه بتقولي ايه يا حلاوتهم؟ زي ما بقولك كده، اتجوز. اتجوز ولا يهمك. بكره تتجوزي ست سيدو. احمدي ربنا انك معاكي منه عيلين بس. والا كنت لصتي بيهم. انا ومين غيرك يا سي بلعوطي يقدر يقول لي ويريحني؟ اقول لك ايه لا مؤاخذة؟ النتيجة بيني وبينك انا معلق امل كبير قوي على الجايزة. اعصابي بايظة كما العيل اللي مستني نتيجة امتحانه. عشان كده قلت اجي اشوفها في الكنترول. لا اطمن، انت بالذات ليك مفاجأة كبيرة قوي. صحيح، الله يطمنك. روح يا معلم، وكلها بكرة ان شاء الله وتعرف النتيجة وتشوفها بعينك متعلقة كمان. بكرة؟ امتى يجي بكرة ده؟ امتى؟
سامعهوش. الاستاذ بلعوطي عاوز يتكلم. اتفضل يا استاذ، الميكروفون معاك. اهالي الحي الكرام، يسرنا ان نجتمع اليوم في هذا الحفل السعيد لنعلن نتيجة المسابقة التي اقامها المليونير صاحب العزة فرجاني فرجاني فرجاني. يعيش المليونير فرجاني، يعيش المليونير فرجاني، يعيش المليونير فرجاني، يعيش المليونير فرجاني. ولا 5 في 6 30 ولا 5 في 6 30 يوم. والآن كلمة الدكتورة سوسن فرجاني فرجاني فرجاني. أهالي الحي الكرام، سيداتي سادتي، أيها الإخوة الزملاء والزميلات والعلماء، إخواتي الطلبة، يسعدني أن أتوجه بالشكر والتحية لكل مواطنة أو مواطن من أهالي الحي استجاب بالفعل لهذه المسابقة. شكرا. فقد كانت الاستجابة عظيمة جدا جدا، وكشفت الدراسة المصاحبة للمسابقة عن نتائج علمية قيمة جدا. لكننا في الحقيقة محتاجون لسنوات أخرى وسنوات حتى نصل إلى النتيجة المرجوة. الله ايه الكلام ده؟ دول باينهم حمراوة يا جدعان ولا ايه؟ الكلام كده شكله ما يطمنش يا معلم. حرام عليكم نشفتوا رجنا والاخر تقولوا المرجوة ابو الرجال. الا مرجوة يعني ايه؟ ما خبرش. بينا نهد الصواد على دماغهم يا رجالة. اتكلم يا فرجاني ليه؟ الناس هتكسر الدنيا. من فضلكم يا جماعة، من فضلكم من فضلكم اسمعوني. استنوا يا رجالة، استنوا لما نشوف الكلام للآخر. مبروك عليكم، ألف مبروك. مبروك عليا يا اخويا. على الجايزة يا ستي، الجايزة اللي خدها كل واحد منكم يا ست حلاوتهم. الله، انت اخدت حاجة يا معلم برعي؟ ابدا وحياتك. ولا انا. واه تكونش خدتها من ورايا يا مفتح. الجايزة بالفعل وصلت كل واحد فيكم يا جماعة. ايه الكلام الفاضي ده؟ انتوا ليكوا حق تستغربوا برضه، لكن قبل ما كل واحد فيكم يستغرب عليه انه يسأل نفسه سؤال واحد. هل حاله لحظة من فضلكم، السؤال هو هل حاله دلوقتي بعد المسابقة ما انتهت زي حاله قبل المسابقة؟ سكتوا يعني، والسكوت علامة الرضا. ايه رأيك يا معلم؟ ما انكرش يا سعادة البن حالة تصلح عن الاول. وانت يا حركات، وانت يا ست البنات، وانت يا حلاوتهم، وانت وده ودي. ها، هي دي جايزتكم، هي دي جايزتكم الحقيقية يا جماعة. ابقى غلطان؟ ها، اتكلموا، اللي له عندي جايزة يطلبها. اتفضلوا. يعيش فرجاني بيه، يعيش فرجاني بيه، يعيش فرجاني بيه، يعيش فرجاني بيه، يعيش فرجاني بيه. الحق يا دكتورة سوسن، الحق، دول هيشيلوا البيه ويلفوا بيه الحارة. استنوا يا جماعة، استنوا من فضلكم، استنوا شوية. يا جماعة انا عندي اقتراح احب انكم تسمعوه. ايه رأيكم لو نعلن الليلة عن مسابقة جديدة؟ عن جايزة برضو؟ ايوه، ونخليها 200 جنيه بس، شيء رمزي جدا يعني. لا يا سعادة البيه، لا كفاية بقى، نخليها من غير ولا مليم. عفارم عليك. ايه رأيكم يا اهل الحي الكرام؟ موافقين؟ موافقين. جايزة لأهالي الحي الكرام، مع تحيات حسن عمران، حسني غنيم.